شهد شارع الإمام الشافعي عند نقطة تقاطع مع شارع طه حسين بمدينة الناظور حادثا مأساويا قبل دقائق، حيث اشتعلت النيران في سيارة من نوع الرونو 18، مما أدى إلى احتراقها بالكامل وتفحمها. وحسب ما عينته مصادر إعلامية، فإن قوة الحريق تسببت في بعض الأضرار بواجهة المنزل الذي كانت السيارة متوقفة بجانبه، ما أثار حالة من القلق في صفوف الساكنة والمارة من إمكانية انتقال الحريق. فور علمها بالحادث، حلت عناصر الوقاية المدنية بعين المكان، حيث تمكنت من السيطرة على النيران وإطفائها بمهنية عالية لتمنع انتشار الحريق إلى الممتلكات المجاورة. كما حضرت عناصر الأمن الوطني لفتح تحقيق لتحديد ملابسات وأسباب اندلاع هذه النيران. وحسب تصريح أحد الأشخاص لموقع ناظور سيتي، أكد صاحب السيارة أنه كان يستعمل عربته لتوصيل الخبز، حيث توقف لتسليم دفعة من الخبز لأحد المتاجر القريبة، وعند خروجه تفاجأ باشتعال النيران في سيارته دون أن يتمكن من معرفة السبب وراء الحادث. الواقعة تركت أسئلة عدة لدى الساكنة حول أسباب الحريق، فيما يواصل الأمن تحقيقاته لمعرفة ما إذا كان الحادث نتيجة عطل تقني في السيارة.